خسارة الزمالك للكونفدرالية، لا، هو هتفتكروا انها هتعدي كده؟ دي ليها تمن مهم جدا، لازم ياخد الدوري خلاص. ما هو يعني كل اللي اتعمل ده وزق في الكونفدرالية وهنا وهنا، وفي الاخر الزمالك لا ياخد ده ولا ده، لا. في ناس كتير هتزعل، ودول ما ينفعش برضو يا جماعة، يعني الناس خلاص عشموا نفسهم بالبطولة. فحتى ممدوح عباس كاتب رسالة او عامل تويتة ان لازم خلاص انسوا بقى الكونفدرالية ولازم تركزوا في الدوري. اوعوا تفتكروا ان الرسالة دي للزمالك ولا لعيبة الزمالك، دي لابوريدا لا يكون محسوب عليهم اونطه. الله، هو مش ممدوح عباس قبل كده قال له انت محسوب علينا اونطه ولا على الزمالك اونطه ولا ايه يا بوريدا؟ لا لا لا. فالرساله دي مش رايحه خالص للاعيبه الزمالك، دي رايحه لاتحاد الكوره مباشره. اوعوا تكونوا محسوبين علينا اونطه. ده غير بقى، شوف طقم الحلل اللي جاي بقى، التحكيم اجنبي بس شوف طقم الحلل. ده غير الضغط اللي على سيراميكا، ده غير الضغط اللي على المصري عشان يكسب النادي الاهلي او يتعادل معاه. سيبك بقى من سموحه بيراميدز دلوقتي، مش دول مش شاغليني خالص دلوقتي. لكن انت هتشوف عجب العجاب في ماتش الاهلي مع المصري، تشوف التحكيم هيعمل فيك ايه، وشوف المصري هيبقى نازل ازاي. وتعالى بقى الماتش الزمالك وسيراميكا، شوف سيراميكا هتبقى نازله جميله رقيقه لطيفه ازاي. رغم ان انا ما بشككش في علي ماهر ولا في لعبته، بس يعني في ضغوط بتبقى اقوى شويه. كونفدراليه مش كونفدراليه مش مهم. تعالى بقى شوف طقم الحلل الاجنبي اللي جاي لك، حاجه كده هيبقى ألعن واحقر من اللي جم في ماتش الاهلي وبيراميدز، اللي هم يعتبروا من الناس اللي خسرونا الدوري يعني. ف ابو ريده، اوعى انت واتحاد الكره تكونوا محسوبين اونطه. استاذ ممدوح عباس هيزعل.